شاولين، منزل طائفة قديمة اعتنقت مبادئها ومارسها الرهبان المحاربون المدافعون بفخر حتى يومنا الحاضر عن إرث وتقليد عمره 1000 عام. يعمل اليوم جيل جديد من الرهبان على إعادة أمجاد معبد شاولين، فهم أخذوا على عاتقهم القيام بتحد جديد لا مثيل له، وهو ممارسة الأعمال والتجارة في القرن 21. أعمال وحركات تتطلب قوة وقدرة على التحمل وتتحدى كل الشروحات والتفسيرات المنطقية والعقلية. يستطيع الرهبان أن يركزوا طاقة جسدهم ويحولونها إلى قوة كبيرة جدا، حتى إنهم وعلى مر العصور استطاعوا تحطيم أرض المعبد وفتح حفر فيها. إن التناغم المثالي بين الجسد والعقل يمكنه وحده أن يولد هذا النوع من الطاقة، وهو أمر يعرفه الطلاب جيدا وتمام المعرفة. وبينما يقترب اليوم المنتظر، ها هم يجددون تفانيهم وإخلاصهم لإرث شاولين البوذي. قام جيمبو وبعض أصدقائه برحلة حج إلى المكان حيث بدأت حكاية كونغ فو شاولين إلى جبال سونغ شان العالية. وتقول الأسطورة إن راهبا بوذيا يدعى بودي دارما أو دامو كان يتأمل في كهف فوق الدير مدة 9 سنوات، واضعا الأسس لأشهر التعاليم في العالم والتي سماها الصينيون شان، أما اليابانيون فقد أطلقوا عليها اسم زان. إن كان الأمر صحيحا فذلك يعني أن دامو قد اختبر كل الآلام والأوجاع الناجمة عن الجلوس فترة طويلة. لهذا السبب تقول الأساطير إنه اخترع مجموعة من حركات الجسد التي تساعد على التخلص من الإجهاد والتوتر وتسكين الألم. حركات تطورت وتحولت إلى الكونغ فو. اليوم يضم فن الكونغ فو الخاص بشاولين أكثر من 700 حركة. لا يمكنك القيام بحركات مماثلة إلا إذا سيطر العقل عليها وأتقنها. حتى اليوم لا نجاح في شاولين من دون التزام روحي. واليوم يتلقى جانغ جونغ بعض التعاليم الدينية على يد واحد من كبار رهبان المعبد الملتزمين.
لقد قضى شير يونغ شيان معظم حياته في شاولين، وقدم حكمته ومشورته للطلاب الشباب الواعدين. لقد درست الفنون القتالية إضافة إلى التأمل. عليك أن تدخل تشان إلى الفنون القتالية. ما هو التشان يا معلم؟ التشان موجود في كل مكان. تجد تشان عندما تتمدد، وعندما تقف، وعندما تمشي، وعندما تجلس. إنه شيء سحري وذو معنى. كان جانغ جونغ يستمع بكل احترام، ويحاول جاهدا أن يتدرب على مبادئ تشان كجزء من تمرينات الكونغ فو. لكنه لم يأتي إلى هنا مع رفاقه ليصبحوا رهبانا بوذيين وحسب. قد تكون جذور شاولين قديمة ومقدسة، لكن اليوم تلعب هوليوود دورا فعالا ومهما جدا في تجنيد طلاب الجدد. فالطلاب أمثال جانغ جونغ يحلمون بأن يصبحوا نجوم الكونغ فو المستقبليين. جاكي تشان هو ممثلي ونجمي المفضل. أنا أشاهد العديد من أفلامه. حروب وأحداث الشغب والفوضى التي شهدتها الصين خلال القرن العشرين دمرت تقريبا شاولين. على مر العصور شكل الكونغ فو سلاح دفاع جبارا وقويا في وجه كل الأعداء، لكنه لم يكن يوازي الأسلحة الآلية والمدافع، إذ لا مجال للمقارنة. خلال العشرينيات قام أسياد الحرب بتقسيم الصين، وتحول معبد شاولين إلى ضحية حرب. عام 1928 فتحت ميليشيا محلية النيران على أروقة المعبد الأساسية. دمرت الأيقونات البوذية والكتب المقدسة، ما تسبب بتخريب ومحو 1000 سنة من الأعراف والتقاليد. عندما بدأ شير يونغ شيان حياته كراهب مبتدئ في شاولين كان هنالك 15 راهبا فقط. إنه يتذكر جيدا هذا الوقت كما لو أنه الآن. عندما وصلت إلى هنا عملت في الحقول. كل شيء كان مدمرا. كان وقتا مؤلما. لقد بكينا جميعنا. يبدو أنه قدر معبد شاولين أن يدمر ويموت ببطء، لكن هذا المصير تغير في الثمانينيات بفضل رجلين اثنين. الأول هو القائد الصيني دونغ شاوبينغ، الذي صرح بأن الغنى أمر جيد ومجيد، كما دعا إلى تحرير طاقة الصين غير المحدودة في مجال المقاولات والبناء بعد عقود من القمع الماركسي. أما الشخص الآخر فهو جيت لي. عام 1982 كان لي ممثل غير معروف من هونغ كونغ وخبير في الفنون القتالية عندما مثل في فيلم معبد شاولين، وهو قصة سينمائية عن الشرف والثأر. وساهم هذا الفيلم في إظهار مهارات لي وبراعته في ممارسة الكونغ فو بشكل رائع، كما أنه كرم الرهبان المحاربين القدامى الذين سكنوا شاولين. ومنذ الثمانينيات شهد الاقتصاد الصيني تقدما كبيرا وازدهارا، كما أن الطلب العالمي على الأفلام التي تتضمن الفنون القتالية ازداد كثيرا، وهكذا انتشل معبد شاولين من تحت الأنقاض ودفع نحو القرن 21. أما مهمة رئيس الدير شير يونغ شين فهي إدارة عملية إعادة بناء وتجديد معبده في الصين الجديدة. هذا الأمر دفعه للذهاب إلى مكان لم يسبق لأي رئيس دير أن ذهب إليه، إلى مؤتمر الحزب الشيوعي الوطني في بكين.